أستطيع من خلال رصدنا الدقيق دائما لعمليات القاعدة خلال الأشهر الماضية أن أجزم بأن هذه العملية هي عملية نوعية ومختلفة، كانت أشبه بعملية عسكرية يقودها جيش نظامي وليس تنظيم كتنظيم القاعدة الذي اعتدنا أن ينفذ عمليات غدر، عمليات مبادرة أو عمليات تفجيرات انتحارية وما إلى ذلك. لكن ما حدث يوم أمس كان أشبه بجيش نظامي يقود معركة مخططا لها ويقود تكتيكا عسكريا مدروسا، لأنه التف من البحر على أحد الألوية وباغت اللواء الآخر من اتجاه معاكس، بمعنى أن الهجوم يوم أمس على منطقتي الكود ودوفة في محيط مدينة زنجبار ومحافظة أبين كان يتبع تكتيكا عسكريا ربما لا يضعه خبراء عسكريون وليس تنظيم القاعدة. هذا هو الذي الآن يترك الكثير من التساؤلات. الحقيقة عندنا أن مسألة هجوم مسلحي القاعدة بهذه الطريقة أثار الكثير من الشكوك، خاصة بعد أن أدلى لواء متقاعد في الجيش بأن السلطات لم تتعامل عشية الهجوم مع تحذير من وجود زوارق بحرية عليها مسلحون مشتبهون، ولم يتم التعامل معهم بجدية، وهو ما أدى بالفعل إلى أن يهاجم عدد من الألوية من البحر، وفي المقابل أيضا هجوم مباغت في نفس اللحظة من اتجاهات أخرى. العدد همدان حتى الآن لم يتم ضبطه، هناك من يتحدث عن 70 قتيلا وهناك من يتحدث عن 78، لأن طيب عبد الله، من أين أتت تلك الزوارق التي تحمل مسلحين، ولماذا فشلت السلطات اليمنية في رصدها والتعامل معها؟ الحقيقة أن عميدا متقاعدا لواء متقاعدا في الجيش أفاد بأنه تم تلقي بلاغ عشية الهجوم عن وجود مجموعة من الزوارق المشتبه بها وعلى متنها مسلحون بعضهم يرتدي زيا لقوات خفر السواحل، وعندما تم التعامل مع البلاغ على أنهم صيادون عاديون. في نهاية المطاف تبين أنهم من عناصر القاعدة وأنهم هم من نفذوا الهجوم من إحدى الجبهات، ولذلك مسألة وجود تواطؤ باتت أمرا أقرب إلى الحقيقة وفقا لتأكيدات وهم من الأصول اليمنية عبد الله. القتلى من القاعدة وفقا للمصادر العسكرية 17 قتيلا، بينهم 6 من جنسيات عربية، ولذلك يبدو أن عناصر القاعدة ومن يدعون يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة تجمعوا من أكثر من محافظة، من شبوة والبيضاء ومأرب وأبين، واتجهوا نحو محافظة أبين لشن هذه العمليات التي سماها تنظيم القاعدة يوم أمس بعملية قطع الذنب. هم أيضا يهددون بعمليات بعد 5 أيام بعد انتهاء المهلة التي قدموها قبل 5 أيام ومدتها 10 أيام لتنفيذ عملية أخرى تسمى السيل الجارف أو النهر المتدفق، وهم بذلك يلمحون إلى عمليات أخرى أكثر كثافة وأشد وطأ بحسب وصف التنظيم. من صنعاء مراسلنا عبد الله غراب. جدد